بسم الله بديت وعلى نبي صليت، وبحكايتي الأطيب ناس جيت. يقولوا ناس زمان الحدايد للشدايد والزينة خزينة. حكايتي اليوم على خيط الروح. خيط الروح الحولي اللي تلبسوه المرأة الجزائرية في السبايب، فرح طهارة. يتوارد من الأم البنت، ما يتشرى ما يتباع، مخدوم من الفضة ولا من الذهب. يتلبس مع الكراكو ولا القويط في الراس، ولا تلبس مع حاجة أخرى تحت في الرقبة. يقولوا باللي خيط الروح تصنع أول مرة في العاصمة، خدموها عائلة الخزناجي عام 1884. الأسطورة تقول أنه عائلة عريقة حسب ونسب زوجت بنتها لراجل على قد حاله، طيب ومأصل. نهار الفرح الراجل جبت سنسلة من الجوهر وهداها لزوجته. لتما يمة البنت ما عجبهاش الحال وقالت: بو عليا، هاد السنسلة صغيرة كي الخيط ورقيقة كي الروح. ناد بابات الطفلة وزعف مكلام مرتو، حط حاشية في طرف السنسلة وحطها فوق راس بنته، ومن تما ولا اسمو خيط الروح، ولا يزين رؤوس الجزائريات. بعد مدة ولا يتخدم في تلمسان، زادوا له 2 دمعات وعصابة فوق الراس وسماوه الزروف، ويتلبس مع الشدات اللمسانية. انتقل بعد ذلك البجاية ولا فيه 6 دمعات، وسافر خيط الروح عبر كامل التراب الوطني بمعاني مختلفة. في العاصمة اللي فيه دمعة واحدة خاص بالعاتق، واللي فيه 3 دمعات تلبسو المزوجة ويتلبس مع محرمة الفتول. بقى خيط الروح يتوارث من الجيل للجيل، وما يحلوش العرس بلا بيه. وبقاو جدادنا يوصيو فينا على تراث بلادنا، كيما يقولوا المال السايب يعلم السرقة.